في رمضان، وكل الأشقاء يشهدوا على أننا ما زال ما مشيناش كلام يعني في عنف بالنسبة للناس هذو. نعتبرهم دائما أشقاء، طلبوا لهم الهداية، وهذا شهر رمضان إن شاء الله ربي يهديهم، لأن التصرفات تاعهم غير منطقية. يبدو لي باللي مثل ما يقول أخذتهم العزة بالإثم، يعني كيفاش حنا ما تخليناش كذا وكذا وكذا. طلبوا لهم الهداية إن شاء الله. الجزائر ما تركعش، ولاو ياخذوا العبرة، ياخذوا العبرة من الدول العظمى اللي نحترموها كثير وتحترمنا هي تالي، وقرارنا محترم. لكن تبغي التصرفات اللي عندك مع ناس اخرين تفرضها عليا، راك غلط، غلط بزاف. حنا في 5,630,000 شاهد من أجل هذه البلاد هذه، وقرب لا بغيت. هذا ما كان تخريب. الإنسان اللي يخصص المال تاعو باش يخرب، الفتنة مش مليحة. من أيقظ نار الفتنة يعني عليه اللعنة بالتقريب، فهو آثم. مش إلا آثم. يعني شوف في كل الأماكن اللي فيها تناحر بين الناس، دائما المال تاع الدولة موجود في الجوار، في اليمن، في هذه، في ليبيا، في السودان، لا اله الا الله محمد رسول الله. حنا ما نكنوا لهم حتى عداوه، لان حنا محتاجين للجزائري والجزائريه لله عز وجل دابور، والجزائري والجزائري ماناش محتاجين. نتمنوا التعايش سلمي مع كل الامم، عرب وعجم، العلاقات الطيبة مع الجميع. هذا هو. اللي يحوس يتبلى علينا، ما للصبر حدود.